على نقطة من هذه المباراة ونقطة أمام إنيمبا يضمن الصعود للدور القادم. لكن هذه كرة خطيرة مخطوفة، فرصة لنادي سان داونز والتسديدة خارج المرمى. خارج المرمى، هذه أخطر فرصة واستهانة في هذه اللحظات وفقدان الكرة في مكان خطير. وادي كاسترو الكولومبي بيضيع فرصة سهلة جدا للتقدم لفريق سان داونز. لابد من التماسك وعدم ارتكاب الأخطاء في المناطق الدفاعية. أي خطأ في الزمالك في الثمانينات. كرة في الخط الخلفي، لكن هذه ضغط واستخلاص الكرة من جانب الفريق جنوب افريقيا وتسديدة بعيدة عن المرمى. هنا الأخطاء في التمرير دائما والعودة سريعا. وادي خطأ وركلة حرة لصالح نادي الزمالك اللي هيضع 3 لاعبين فقط داخل منطقة الجزاء في هذه اللقطة. وكرة ملعوبة من شيكابالا خطيرة، فرصة وتصويبة على الطاير إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب، تسديدة جيدة على الطاير. في رمزي خالد أيضا اليوم بيلعب في وسط ملعب نادي الزمالك، أدواره بكل تأكيد من هذه المجموعة. وبالتالي لدينا 3 فرق فقط في هذه المجموعة، ماميلودي، سان داونز والزمالك وإنيمبا. 6 نقاط لسان داونز، 3 نقاط للزمالك ولا نقاط لفريق إنيمبا اللي هيواجه طبعا فريق سان داونز على ملعبه، هيواجه نادي الزمالك خارج ملعبه في لقاءين قادمين. محاولة للمرور، الله على المرور، وفرصة وعلي فتحي يلعب كرة عرضية لكن في أحضان حارس المرمى أونيانجو. كان ممكن يلعب أفضل من كده علي فتحي، لكن لعبها بالعرض وقراءة جيدة من جانب دينيس أونيانجو حارس المرمى. لكن هذه انطلاقة ولا أروع، ومرر الكرة من بين أقدام اللاعب سيان دازواني، لكن طبعا للدور النهائي وخسر امام النادي الاهلي في عام 2001. وادي كرة في الامام، باسم مرسي والحارس اونيانجو من امام باسم مرسي من كرة يعني طويلة. ايضا مثل هذه الكرة كان سجل باسم مرسي في مرمى نادي نيمبا الهدف الغالي، الهدف اللي اعطى طبعا 3 نقاط هي رصيد نادي الزمالك حتى الان في هذه المجموعة. ادي اونيانجو يطلع ويمسك من امام باسم مرسي حارس الوغندي، من سنوات وهو متواجد في لعب خطير. بليات لابد على طول يعني ان انطلق امام الدفاع، لاعب وسط ملعب لابد من مراقبته. ادي بليات بيستلم، بيلعب على طول من اللمسه الاولى، وفرصه الان لفريق سان داونز، مرور وكره الى خارج الملعب. كره الى خارج الملعب من لان جيرمان، فيها تسلل على بليات، كان في موقف تسلل وبالتالي لم يتداخل في هذه الكره. ترك الفرصه للاعب لان جيرمان لكي يكمل الهجمه، ولكن الكره مرت لحسن الحظ طبعا الى خارج الملعب الى ركله مرمى. لكن لابد من الحذر في مثل هذه الكرات. بدايه منذ انطلاقه التمرير كان في موقف تسلل، هجمه للفريق الجنوب افريقي من الجهه اليسرى، تمريره لموديسي اللي بيلعب كره في الامام خطيره خلف حماده طلبو. الشناوي يا بطل، الشناوي يتالق في هذه اللقطه، وحماده طلب من خلفه بليات استلم في مساحه وسدد بالقدم اليسرى، والشناوي يتالق ويبعد الى ركله ركنيه. مش ممكن يا حماده، هنا لازم التركيز من جانب حماده طلب. ركنيه ملعوبه وكاسترو بالراس الى خارج المرمى. كاسترو بالراس الى ركله مرمى لنادي الزمالك. ادي المدرب بيتسو موسيماني مدرب فريق سان داونز، والمدرب يعني يريد ان يفوز بهذه لفتحي. محاولة المرور لكن في ضغط ب2 من اللاعبين. وادي مرة أخرى رمزي خالد هو اللي بيكسب في هذه اللقطة. إبراهيم عبد الخالق، رمزي خالد، لابد من تغيير اتجاه الكرة للجهة اليمنى بالفعل. اللاعب الآن حمادة طلبة، شيكابالا يستلم، شيكابالا بتقدم حمادة طلبة، لابد من عدم المغامرة. ودي تمريرة بالخطأ وفرصة خطيرة مش ممكن. برافو الشناوي، هدية سان داونز، والهجمة الآن لسان داونز في الأمام، تمريرة وهناك تغطية موجودة من جانب ديويدار، لكن فقد الكرة ديويدار. هذه كرة عرضية خطيرة لكاسترو، التسديدة كرة الهوية علي جبر. لكن في الحوارات الثنائية يعني عليه أن يطور مستواه بعض الشيء. دي التمريرة طبعا الخاطئة اللي كانت من شيكابالا، وبليات انطلق وكان معاه ديويدار وسدد
يعني تسديده جيده جدا، والشناوي تألق بالفعل في هذه اللقطه. شايفين الشناوي اللي يعني خرج للامام خطوتين، يعني اغلق كل الزوايا على هذا اللاعب باليد، وبعد ذلك على طريقه جمال عبد الحميد اللي كان سجل هدفين. وهذه كره بالعرض خطيره لباسم مرسي، وكره تبعد من دفاع صن داونز. بدا نادي الزمالك داونز ومحاوله للتمرير على الجانب الايسر لدولي. دولي يلعب تمريره وصلت الى بليات. بليات يلعب تمريره وفرصه لكاسترو، بيسدد خارج المرمى. كاسترو بيظهر امامنا الكولومبي في هذه اللقطه، والمدرب بيتسو موسيماني يشجع كاسترو بعد هذه اللعبه. هذه موسيماني يشجع كاسترو على هذه التمريره. لا تبديلات حتى الان في هذه القائم البعيد، ودولي شكرا يا دولي على اهدار هذه الفرصه. وهذه مره اخرى من جديد اخطر اللاعبين باليد، بيحاول يمر، ودولي الان على الجانب الايسر بايماوي، وتسديده خارج المرمى. تسديده خارج المرمى من اللاعب كيكان. تسديده خطيره قريبه من المرمى، يعني تنعش الجماهير في هذه اللقطه، لكن مرت على يسار الشناوي. اتت التسديده من جانب اللاعب لان جيرمان. تيبيجو لان جيرمان سدد ايضا 4 لاعبين من وسط الملعب. شيكابالا من الامام، ودي محاوله للتمرير بطريقه استعراضيه. تمريره استعراضيه وعلى طريقه ريفالدو ورونالدينيو، لكن مرت الى خارج الملعب. هنا طبعا ده اللاعب الكولومبي بيحاول يلعب كره بطريقه استعراضيه على طريقه ريفالدو البرازيلي، على طريقه رونالدينيو البرازيلي ايضا، لكن مرت كرته الى خارج الملعب. الى مره اخرى الكره تعود لنادي الزمالك. ضغط مستمر وهجمه من الجهه اليسرى. معروف يوسف، معروف يلعب من جديد لعلي فتحي. معروف ممكن كره عرضيه من جانب معروف هيلعب كره عرضيه بالقدم اليمنى، يعود بتمريره في وسط الملعب. الان ابراهيم عبد الخالق اللي انطلق ابراهيم خطير فرصه، والعرضيه السهله. 24 دقيقه من عمر الشوط الثاني. كره خطيره مش ممكن مرت من شيكابالا، وينزل محمد سالم. تعادل سلبي بدون اهداف، وركنيه من جديد لفريق صن داونز. خطيرين جدا في الكرات الثابته على فكره، وادي ملعوبه على مرتين على القائم البعيد. مش ممكن. فين الرقابه في هذه اللقطه؟ مش ممكن يلعبوها بطريقه ممتازه على فكره. سجلوا اكثر من هدف في الكرات الثابته. هذه بيقول لهم اهم 2 على القائم البعيد، والكرتين من ركنيتين. كان من الممكن ان يتقدم فريق صن داونز بالهدف الاول في يعني اللحظات القليله الماضيه. لابد من التركيز في الكرات الثابته. هذه الركنيه بتتلعب مره اخرى على مرتين، ومحاوله لارسال كره عرضيه. الشناوي يا ولد، الشناوي الان ابراهيم فرصه لكن مخطوفه. مر لاعب صن داونز من جانب ابراهيم عبد الخالق، اللاعب رقم 2 تابو نتيتي. ودي محاوله للتسديد، والتسديده قويه، لكن برافو الشناوي. تسديده من بعيد ويتألق الشناوي في هذه اللقطه. هنشوف لمسها الشناوي ام لا. كيكان ارسل تسديده بالفعل، لمسها الشناوي باطراف اصابعه وانقذ نادي الزمالك في هذه اللقطه ايضا. هذه يعني مرور اللاعب نتيتي من مش هتمر الكوره. دولي يخطف ويلعب على طول في الامام للاعب تاو لازم يقرب له احمد دويدار. هذه كره عرضيه مش ممكن. النيران الصديقه، وعلي جبر يسجل في مرمى نادي الزمالك الهدف الاول لفريق صن داونز. بيدي لا بيد عمرو. علي جبر يسجل بالخطا في مرمى نادي الزمالك بعد عرضيه من الجانب الايسر. عرضيه مرت من احمد توفيق، وادي بيدي لا بيد عمرو. يسجل علي جبر في مرمى نادي الزمالك، ويتقدم فريق صن داونز الان في الدقيقه 35 من عمر الشوط الثاني. ده اللاعب البديل تاو. هنا اعطى له احمد دويدار المساحه، وعلى القائم الاول يخدع علي جبر الحارس الشناوي ويسجل بالخطا في مرمى نادي الزمالك، ليتقدم الان فريق صن داونز بهدف اول في هذه المباراه. فريق في الغالب الفريق اللي بيلعب على نقطه التعادل. ركنيه لنادي الزمالك، ركنيه لصالح نادي الزمالك. هذه هينزل مصطفى فتحي، تبديل تاخر من وجهه نظري ايضا. مصطفى كان لابد من اعطائه الفرصه، لاعب موهوب، لاعب فنان،
يخرج حماده طلبه، ادى ما عليه حماده. بدأ المباراة كمدافع أيمن وأنهاها طبعا كلاعب الارتكاز. شوفوا ركنية لنادي الزمالك في 5 لاعبين الآن داخل منطقة الجزاء، وكرة ملعوبة إلى حارس المرمى وخطأ لحارس المرمى، خطأ لصالح حارس المرمى. هذه محمد سالم والحكم يحتسب خطأ لصالح الحارس. كأن نادي الزمالك غير محظوظ مع هذا الحكم، يعني اللي كما ذكرت لحضراتكم كان دار لقاء فيتا كلاب والزمالك، وانتهى طبعا لصالح فيتا كلاب في 2014 بهدفين مقابل هدف. نفس هذا الحكم بكاري جسامة